السلام عليكم. وصفتنا النهاردة الصفيحة. هنعمل من الصفيحة نوعين، صفيحة زعتر وصفيحة جبنة. الصفيحة أهم حاجة فيها يا جماعة العجينة أو المعجنات بصفة عامة، أهم حاجة فيها مقادير العجينة عشان تطلع معايا هشة ومش مكتومة، يبقى طعمها كويس وطرية. وده كان الشكل النهائي للصفيحة الجبنة والصفيحة الزعتر. أما شايفين شكل العجينة من جوه يا جماعة؟ لو مكتومة ما تبقاش كده أبدا. أما بالنسبة للصفيحة الزعتر، فالصفيحة الزعتر بتحتاج مني تقريبا معلقتين صغيرين من الزعتر و5 معالق من زيت الزيتون. ومينفعش طبعا الزيت العادي في الوصفة بتاعتنا. وهنسمي الله وهنبدأ بمقادير طبق غويط، وهنحضر المقادير. والمقادير بتاعتنا هتكون معلقتين من السكر كبار، دول معلقة ونص خميرة، هناخد منهم معلقة بس، وبيضتين بحرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة فانيليا، والبرطمان ده فيه بيكنج باودر، هناخد من بيكنج باودر معلقة صغيرة. هنسمي الله ونحط 3 كوبايات من الدقيق متعدد الأغراض أو دقيق فينو، 3 كوبايات. وبعد كده هننزل بالاتنين بيض، 2 بيض طبعا لازم يبقى بحرارة الغرفة. وبعد البيض هننزل السكر، معلقتين من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وهننزل معلقة كبيرة من الخميرة، ونصيب نص معلقة مش محتاجينها. وهندوب المكونات كلها كويس، أهم حاجة كله يدوب كويس عشان السكر طبعا احنا مدوبناش بره العجينة. ودي كوباية إلا ربع من الحليب الدافي. هنعجن العجنة بتاعتنا، وقبل ما نخلص عجن تقريبا والدقيق لسه موجود قدامي، حط معلقة صغيرة من بيكنج باودر. طبعا زودت شوية بيكنج باودر لأن المعلقة ما كانتش مليانة. وده طبعا تقريبا بعد عجن 5 دقايق. شايفين حجمها صغير ازاي؟ تقريبا الطبق الكبير ده هيبقى ناقص فيه شوية، مش هيتملى للآخر لأن هي قطعة العجينة صغيرة مش كبيرة. شايفين شكل الفقاعات وشكل العجينة بعد ما اتخمرت؟ ده كان شكلها النهائي بعد التخمير. هناخد العجينة بتاعتنا نلمها، هنلم العجينة ونقسمها لقويرات، وناخد من القويرات ديت كورتين، ونعمل الوصفة بتاعتنا اللي هي الصفيحة الزعتر والصفيحة الجبنة. هنفرد العجينة بتاعتنا فرد تقريبا 1 سنتي، وندهن الطاسة بتاعتنا زيت. وطبعا هنكون مولعين الفرن بتاعنا مسبقا على درجة حرارة 180 قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، أو قبل ما نبدأ نفرد في العجينة بربع ساعة عشان الفرن بتاعنا يكون سخن. الزعتر بيحتاج معانا زي ما قلت لحضراتكم معلقتين من الزعتر صغيرين، معاهم 5 معالق من زيت الزيتون. وطبعا الزيت العادي مش هينفع معانا في الوصفة دي. ده طبعا كان الشكل النهائي للصفيحة الزعتر والصفيحة الجبنة. طالع شكلها خرافة وجميل جدا، وعجينة هشة وطرية، وطعمها ممتاز جدا جدا. العجينة تستحق التجربة. يا ريت اللي ما جربش يجرب ويقول رأيه في التعليقات، حابب أسمع رأيكم. إن شاء الله عجينة ممتازة تستحق التجربة. يا ريت لايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد.